كلكم عارفين محدش بيقول على سر الصنعه بتاعته، ما حصلتش قبل كده، بس بفضل الله انا طالعه في الفيديو ده على سر السجق الشرقي من قلب مصنعي. الكومنت اللي هيظهر قدامك على الشاشه ده، وعايزه اقول لكم ان الموضوع بسيط جدا، ارزاق بتاعت ربنا. فصلوا على الحبيب المصطفى، حطي لايك حلو للفيديو ده، انا اقول لك ازاي تعملي السجق الشرقي في البيت بكل سهوله. فيلا نبدا ونقول بسم الله. صلوا على الحبيب المصطفى ونقول بسم الله. اول حاجه معايا 2 كيلو لحمه تكون مفرومه حمراء بالشكل ده اهي، لحمه مفرومه حمراء، عليها ايه؟ نص كيلو من الدهن، دهن او بوش. دي حقيقه انتوا مش هتعرفوا يعني ايه بوش، ولو راحوا جابوا دهن ممكن يجيبوا دهن كلاوي وده بيبقى بيجلد وما بيبقاش كويس برضه. فانت هتجيبي من الجزار نص كيلو دهن بقى، هو ده اللي هتلاقيه عند الجزار. بدن قولي له كده عايزه نص كيلو دهن بدن، نص كيلو هينزل على ال 2 كيلو لحمه مفرومه، كيلو الا ربع من البصل. المقدار ده اللي انا بديهولك ريسبي والله العظيم، ده اللي احنا شغالين بيه في المصنع والله، بس احنا بنخليكي تعملي على المكنه النوني، في مكنه ورا بتعمل طن بحاله. كيلو الا ربع من البصل اهو، كيلو الا ربع من البصل، كيلو الا ربع من الفلفل الاحمر. لازم فلفل احمر، سجق يعني فلفل احمر. كيلو الا ربع توم حسب الرغبه، على حسب ايه. انا وهو كنا بنتعارض قبل التصوير في الموضوع ده، توم هو قال لك لا كتير عليها راس توم، كتير عليها راس توم، فالمقدار ده هو المظبوط. قد ايه؟ حوالي 8 فصوص كاملين، 8 فصوص كاملين. هنزلهم كده خلاص. هقلب الكلام ده كله كده بالشكل ده، المقدار ده كده كله بعد ما حطينا الفلفل والدهن وحطينا البصل، المقدار ده كله كامل ب 4 كيلو. 4 كيلو ياخدوا قد ايه ملح؟ 40 جرام ملح، كل كيلو 10 جرام 10 جرام تمام؟ 10 جرام من الملح، وده موزون 40. هنزل اول حاجه بالملح، انا هنزل بالملح والبهارات هقولها لكم. البهارات طبعا احنا 4 جرام لكل حاجه، ماشي؟ 4 جرام يعني معلقتين شاي، معلقه شاي الصغيره، معلقه الشاي اهي اهي الصغيره دي، حط منها 2 فلفل اسود. الماجي بيزيد سكه عليها هنا ده اختياري يعني. الماجي اختياري، ايوه عشان معلقتين من عشان الماجي، احنا ادينا الملح فده بيدي طعم معانا حلو. فلفل اسود ماجي، القرفه طبعا نص او ربع معلقه عشان ده النكهه بتاعته بتبقى عاليه، ربع معلقه قرفه، اكتبي ورايا ربع معلقه قرفه. في 4 جرام معلقتين. جوز الطيب برضو اختياري. هنا هتحط كام جرام؟ 4 معلقتين 4 جرام، معلقتين صغيرين 4 جرام. هنا ثواني عشان هم ما يعرفوش المعلومه دي. دلوقتي حط نص معلقه حلبه ولا معلقه؟ نص معلقه حلبه، معلقه حلبه مطحونه. السجق لازم يتحط له معلقه من الحلبه المطحونه، اسرار كلها. قرنفل نص معلقه عشان نص معلقه قرنفل صغيره عشان هو نفاذ. جنزبيل معلقه جنزبيل كامله. ونص كمون كمون معلقتين؟ معلقتين كمون. ما هو 4 جرام يعني معلقه بتاخد 2 جرام تقريبا. ماشي. الشطه برضو معلقه اختياري، الشطه اختياري. احنا هنا لو في اطفال ولا حاجه حطينا معلقه. البابريكا بقى عادي عشان دي طبعا بتبقى برد وبتدي لون معلقه وهي السر 2 2 وحاجه ثانيه فيها ميزه عشان كده السجق بيبقى احمر. ايوه بدل ما ندي لون ويبقى زي مثلا بتاع اللي الناس بتشوفه في الشارع، احنا بنزود البابريكا عشان احنا بنحط في السجق بتاعنا فلفل من ده عشان ما يبقاش فيه لون. يعني انا ممكن الاخير ده فلفل ابيض، فلفل ابيض، معلقه فلفل ابيض. خلاص كده تمام. لا ثواني بقى السبع بهارات. 7 بهارات موجوده عند اي عطار. هيحط منها معلقه. ايوه معلقه كامله او رشه. الصلاه على النبي، بسم الله. الصلاه على الحبيب، اقلب. الصلاه على الحبيب، بسم الله. الوش اللي احنا بنفرم عليه في المفرمه وش 6. انا ما عنديش مفرمه وما ينفعش ان هو يتعمل في الكبه. عارفه انت الجزار اللي عندك اللي بيفرم كفته رز والحاجات دي، خدي الخلطه دي وروحي له هو هيفرمها ويعبيها لك هناك. يلا نسمي الله ونقول بسم الله كده يا شيخ. حط كده نفرمه نمكسه في بعض كده عشان نتاكد ان التوابل والفلفل وكل حاجه اختلطت مع بعضها. كده انا خلاص خلصت. هتعمل ايه؟ هي سنه البابريكا مع شويه سنه بابريكا مع شويه ميه لازم يدلقوا على السجق. يعني ايه تشميع كده بس كده عشان يمشي معانا ويطري عشان يمشي معانا في الهنك بتاع الحشو ونتقلب بقى كويس وخلاص. وهنقلب بقى كده بعد ما حطينا بق الميه الصغنن ده. طيب هتحشي السجق في ايه يا ياسمين؟ هحشيه في حاجه اسمها هنك. طب الهنك ده ايه؟ الهنك دوت اللي هي المصارين بتاعه الخروف. طب ازاي بيبقى رفيع كده؟ بيدخل على مكن وبيتعمل زي ما انت شايفه لغايه ما بيوصل للرفع بتاعه. انا في فيديو تاني هوريكي بعد ما تذبحي في العيد الكبير تاخدي السقط بتاع الخروف ازاي تحوليه لهنك، فاستنيني هوريكي. نبدا نحشيه ونشوف. طب انا ما عنديش يا ياسمين المكنه ديت، احشي السجق ازاي؟ اي محل ادوات منزليه قولي له عاوزه قمع ستانلس احشي بيه سجق في البيت،
سعره تقريبا 28 جنيه اخر مره انا كنت شارياه، وهتحشي بيه كويس جدا. بينا نبدا نقول بسم الله. بعد خلاص ما اتحشى كله اهو بالشكل دوت، تمام. عارفه ان انت ما بتعرفيش تربطيه، اسهل طريقه تقدري تربطي بيها السجق. بصي بقى، هتجيبيه كده اهو وتسويها بالشكل ده، الاثنين يبقوا قد بعض، تمام اهي. وهتاخدي دي كده، هنعملها كده اهو. خلاص هناخد الحبل دوت نفوته من جوه اهو، ونرجع تاني كده اهو كده. ناخد الحبل دوت من تحت كده ونروح مفوتينه اهي، مش اكتر من كده اهي. هنيجي هنا كده ونروح عاملينها كده اهو، وناخد دي ونروح مفوتينها من جوه. بصي في ثانيه الا ثانيه، وبكده تبقى عملتي احلى سجق شرقي في البيت. وفي امان الله واشوفكم على خير.